السلام عليكم. طبعا الشغل الشاغل للشعب المصري كله دلوقتي اللي هو موضوع الإيجارات القديمة، قانون الإيجارات، وده اللي أنا عايز أتكلم فيه النهاردة. طبعا أنا مش عارف أقول إيه. أنا دي رسالة للحكومة. أنتوا ما عندكمش شغل شاغل غير إن أنتوا ترازوا في الشعب المصري؟ أنا مش فاهمكم بجد، أنا بقيتش فاهم. ما عندكمش حاجه تعملوها غير اللي انتوا تشوفوا ايه اللي يتعب الشعب وايه اللي يجهده وايه اللي يحط على دماغه وتعملوه. طبعا انا مش هقول لك ان انا قريت القانون كله، وانا مش هقول ان انا خبير قانوني، لكن انا هتكلم في الحاجات اللي هي واضحه. اولا بيقول لك ان هو عايز يرفع الايجار مش عارف 20 ضعف باين، او يضرب في 20. وعلى فكره حق الناس اللي هم اصحاب الملك، انا ما بقولش حاجه. طبعا دول ناس متعذبين من زمان ومتبهدلين وما بياخدوا ملاليم في الملك بتاعهم. لكن انت دلوقتي لما تيجي مره واحده تضربه لي في 20، يعني اللي كان بيدفع 100 جنيه هيدفع 2000 جنيه. حلو، بس السؤال هنا، هل انت رفعت الدخل ما يوازي الرفع اللي انت عايز ترفعه في الايجارات؟ يعني دلوقتي انا اعرف ناس كتير على المعاش، انا بتكلم عن الناس اللي هم فوق ال60 وال70 وال80 وربنا يديهم الصحه وال90 كمان. دول ناس بقالهم 60 و70 و80 سنه عايشين في الشقه دي او في المكان ده، ودلوقتي انت عايز تدفعهم على الاقل 1000 جنيه في الشهر. بيقولوا الحد الادنى ل 1000 جنيه. طيب هل المعاش بتاعهم يسمح لهم ان هم يدفعوا المبلغ ده؟ ده السؤال. انت دلوقتي لما تيجي تقول لي واحد، انا اعرف واحد معاشه 2370 جنيه في الشهر، ده المعاش بتاعه. طيب ده اما تيجي تقول له ادفع لي 1000 جنيه ايجار و1000 جنيه كمان، هقول لك 1000 جنيه غاز وكهرباء وميه، مش طبعا الكلام ده مستحيل، بس فلنفرض 1000 جنيه، يعني انت مديله 370 جنيه في الشهر يعيش بيهم، يجيب اكل وشرب ومواصلات واحتياجات وكل حاجه ودواء طب انت هيجيب منين؟ قبل ما تعملوا الموضوع ده فكروا في اللي انتوا بتعملوه، اعلوا الاول بمستوى المواطن بعدين اعملوا الكلام ده. انا متفهم طبعا ان في ناس كتيره مش مستخدمه الوحدات بتاعهم، طبعا اللي احنا بنقوله اللي هو بيتقال كذا كذا كذا، بس برضو لازم تبصوا للناس اللي موجوده. الناس اللي موجوده وعايشه وبتستخدم الحاجات دي اهم من عدد الناس اللي قافله الشقق بتاعتهم. ماشي، وبعد كده تيجي تقول لي هديهم في احياء تانيه. يعني انت متوقع واحد عنده مثلا فلنفرض 75 سنه ساكن في البيت بقاله 40 سنه في الشقه دي، حياته كلها هنا، فلنفرض مثلا ان هو ساكن في يا سيدي في المهندسين، نقول المهندسين حته كويسه ونظيفه، ماشي. تيجي تقول له مره واحده هوديك الناحيه الثانيه مثلا عند العبور، هتخلعه من الارض، من ارضه، انت بتخلع الزرع من ارضه وعايز توديه في اخر الدنيا. انت متوقع منه يعمل ايه؟ ده انت بتبهدله، بتقول له من الاول ابدا حياتك تاني من الاول وجديد. انا بجد مش عارف الحكومه دي، احنا يعني هم عايشين في دنيا واحنا عايشين في دنيا تاني. واللي يغيظ اكتر برضو، انا في حاجه، يعني انا بقالي فتره كل ما افتح الموبايل اخش على الفيسبوك، او مش الفيسبوك، هو بصراحه في لعبه بلعبها كل شويه الاقي عليها اعلانات اسكن في كومباوند في فيلا مش عارف ايه، اسكن مش عارف فين، الساحل مش عارف ايه. هو ده يعني الحكومه متخيله ان الشعب المصري كله كده؟ كله بيدور على الفلل وبيدور على الحاجات اللي هي العاليه قوي دي؟ انا بجد مش فاهم. يعني الناس بتمشي بستر ربنا بالعافيه، انتوا عايزين تفشخوهم زياده؟ اسف في اللفظ يعني، بس ارحمونا، عيشوا معانا. انا بجد انا بطالب ان هو الوزير، اي وزير يجي يشتغل يبدا شغله بالحد الادنى للاجور، وياخد ما يبقاش ليه علاج في مستشفيات خاصه، يبقى له علاج على نفقه الدوله اللي هي المستشفيات الحكوميه. كل حاجه يعملها من الحكومه عشان فعلا يحسوا بينا، لان الموضوع ده بقى خلاص بقى يقرف. انا بجد انتوا ما عندكمش اي فكر تاني غير ان احنا نمد ايدنا في جيب المواطن وناخد منه، نشيل المصري مننا نحطه في حته تانيه. انا بجد مش فاهم انتوا عايزين ايه. الناس بجد تعبت والناس اتهرت، ارحمونا يرحمكم الله.
السلام عليكم.